السلام عليكم. فيديو النهارده هنتكلم عن فيلم المشروع اكس، والفيلم بالنسبه لي مش حلو. الانتاج ضخم جدا والقصه تقريبا اول مره تتعمل في مصر. نوعيه الافلام دي بتتعمل كتير في الافلام الاجنبيه، والفيلم تصنيفه اكشن مغامرات. وقصه الفيلم بتحكي ان كريم عبد العزيز عالم اثار عايز يكتشف اسرار الاهرامات، وخلال الفيلم بيواجه عصابات دوليه عايزه تاخد المعلومات اللي عنده وتقتله. فالقصه جديده بس السيناريو والحوار مش حلو، مش هيخليك تندمج، مع ان الجرافيك والمشاهد الاكشن كويسه جدا ما تختلفش حاجه عن الافلام الامريكيه. فدي حاجه تحتسب لصناع الفيلم، اولهم بيتر ميمي هو المؤلف بالاشتراك مع احمد حسني ومخرج الفيلم. والممثلين اللي مشاركين في الفيلم نجوم زي ياسمين صبري وهنا الزاهد واياد نصار واحمد غزي وعصام السقا، ده غير ضيوف الشرف زي ماجد الكدواني ومصطفى غريب وكريم محمود عبد العزيز. كلها اسامي تخلي الفيلم رقم واحد في الايرادات، وخصوصا كريم عبد العزيز يعمل فيلم ايا كان وحش او حلو هو اعلى ايرادات. وفيلم المشروع اكس محقق لحد وقت نزول الفيديو ده 142 مليون جنيه. انا معرفش تكلفة الفيلم قد ايه، بس اعتقد اكتر من 142 مليون. اتصور في 5 دول: مصر، تركيا، ايطاليا، الفاتيكان، السلفادور. والهدف من الفيلم انه يقدم لنا كمشاهدين تجربة سينمائية عالمية. بس السيناريو والحوار مش مظبوط، فهنقيمه 6 من 10. وبس كده، ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.